كنت مستلم إدارة العمارة من أسبوع. عمارة قديمة، مستأجرين عاديين، وكل شيء كان طبيعي، لين فتحت ملف شقة 404. بالبداية ما انتبهت، لكن كل ما قلبت صفحة صار الموضوع أغرب. عقد إيجار من سنة 1874، وبعدين عقد ثاني، وبعدين ثالث، كلهم نفس الشخص، نفس الاسم، نفس التوقيع، نفس المستأجر. بالبداية قلت أكيد تشابه أسماء، لكن كل الملفات كانت مطابقة، حتى التوقيع ما تغير ولا حرف. أربعينات، خمسينات، ستينات، سبعينات، ثمانينات، تسعينات، والألفينيات. كل شهر الإيجار مدفوع، ولا مرة تأخر، ولا مرة انقطع، ولا مرة اشتكى. استغربت، فقررت أسأل الناس اللي اشتغلوا بالعمارة. كلمت عامل قديم، سألته عن صاحب شقة 404. سكت شوي، بعدين قال ما عمرنا شفناه. ضحكت، قلت يمكن ناسي، لكن بعدين سألت حارس قديم وقال نفس الشيء، ما عمرنا شفناه. هني بديت أحس إن في شيء غلط. طلعت فوق ورحت للشقة بنفسي، شقة 404.